اوعى تشتري مكتب جيمنج اونلاين. معاكم احمد رجب واهلا بيكم في زوبعتك. هحكي لكم موضوع كأنه قصة. في البداية خالص لقيت صورة مكتب عجبني فكلمت صفحة ما عشان اعمل زيه، ومش هقول اسم الصفحة عشان ما اقطعش عيش حد، وهي كلها تقريبا 4 صفحات اللي بتعمل الشغل ده على الفيس. المهم ان انا قلت له عايز نفس المكتب ده ولكن هزود عليه كعوب. الكعوب دي اللي بتفصل بين لوحة المكتب ووحدة الادراج، وهي بتدي شكل جمالي اكتر، فانا قلت له عايز اضيفها مع صورة المكتب ده. واتفقت مع الراجل صاحب الصفحة ان انا عايز خشب يكون كاونتر مش MDF، واتفقت بعد كده معاه على المقاسات زي الطول والعرض والعمق. في الاخر قال لي هيكلفك 9000 جنيه. الكلام ده كله كان من 10 شهور، ولكن انا بحكي لكم تجربتي دلوقتي. وبعدها طلب مني 50% عربون عشان يبدا الشغل على المكتب. انا بصراحه استغربت ان العربون عالي، ولكن قلت يمكن يشتري حاجات للمكتب. المهم ان انا بعت له نص المبلغ وقال لي المكتب هيخلص بعد 7 ايام. انا عرفت خد كل وقتك، المهم ان المكتب يجي لي شغل نظيف. وبعدها بعت لي صورتين قال لي انت عايز انهي لون قشره فيهم. القشره دي هتتضغط او تتكبس على لوح الخشب نفسه، فانا اخترت اللون الافتح وعرفت ان انا عايز اللوح يكون سميك. فهو قال لي انا بعمله 22 مللي، قلت له لا انا عايزه اسمك، فهو كتر خيره عمله لي 40 مللي. وبعدها باسبوع خلص المكتب وبعت لي الصوره بتاعته. قلت له الله ينور عليك، لكن انت حاطط ليه 3 كعوب مش حاطط 4. المفروض كل وحده ادراج من دول بتشيل 4 كعوب، فهو اختصرهم وحط لي 3 بس، وهو كده بوظ الشكل الجمالي بتاع المكتب. طبعا عشان يحط 4 كعوب في كل وحده ادراج هيخرم المكتب تاني، فهو قاعد بيجرب في لوح الخشب بتاعي اللي انا دافع فلوسه بالعافيه. خلينا بقى نبتدي نتكلم عن المشاكل اللي حصلت. اول مشكله بعد ما خلص المكتب قال لي ابعت بقى الفلوس وابعت عليهم كمان 600 جنيه. قلت له ليه 600 جنيه؟ قال لي عشان هنشحنك مع سواق مخصوص، يعني هو مش متعاقد مع شركه شحن، وكان قايل لي ابعت بقيه الفلوس النهارده عشان يقبض الصناعيه اللي عنده. فهو بصراحه كربس الدنيا فوق دماغي، يعني انا بقى دفعت كل الفلوس ما شفتش المكتب على الطبيعه. فتاني مشكله ان المكتب لما وصل لي ما كانش متغلف كويس، كان محطوط عليه ستريتش اي كلام. ده انا لما اشتريت المكتب الثاني ابو 3000 جنيه كان جاي لي متجبس مش متغلف، فالمكتب الثاني ده كنت جايبه من صفحه ثانيه وكان فرق تعامل كبير جدا. وبصيت على تقفيل وحده الادراج لقيتها متخربشه وطالع عينها كانها طالعه من بق كلب، وكمان الاقي الدرج داخل لجوه قوي والدرج طالع لبره، ما كانش فيه تناسق ما بين الادراج. وافتح ابص على الدرج من جوه الاقيه متبهدل معجون ومش متنضف وكانه مكتب مستعمل. ثالث مشكله ان لوح الخشب او الصناعيه بيقولوا عليها القرصه لقيته في اخرها كابس لي قشره مختلفه وكمان بارزه في المكتب. فانا قلت هي قشره الخشبه دي ما كملتش معايا، فحط لي اي قشره ثانيه، فكان منظرها وحش جدا. فصاحب المصنع قال لي ان هو بيعمل الحز ده عشان يبقى معروف اتجاه القرصه فين. قلت له المفروض تاخد رايي في حاجه زي دي لان هي مش عجباني اصلا. رابع مشكله كان حاطط لي كعوب صغيره مع الكعوب الكبيره، لان الكعوب دي في منها مقاسات. بعد كل المشاكل دي كان عايز يبعت لي شخص يحاول ان هو يظبط لي وحدتين الادراج ويقول لي القرصه بتاعتك هي كده تمام. ومن هنا لهنا بعد كلام كذا يوم وافق ان هو يبعت لي عربيه تاخد المكتب وتوديه عنده ويبتدي ان هو يظبط لي المكتب كله. طبعا انا عارف ومتاكد ان هو لما يجي يلعب في المكتب تاني هيبوظه، لان هو مش هيغير لي المكتب، هو هيعدل عليه بس. بعد ما اخد المكتب قال لي اختار لون قشره تاني عشان اللون الاولاني مبقاش موجود، فانا اخترت اللون ده. وبعدها حلفني ان هو هيجيب لي المكتب ما فيهوش غلطه، والمكتب قعد عنده 11 يوم، يعني المفروض يكون متشطب على السنتي. بعد ما وصل لي المكتب للمره الثانيه لقيت القشره من الظهر فيها كميه خدوش وخرابيش مش طبيعيه، وكمان من وش القشره لقيت جزء فيها تفاصيل اللون رايحه وجزء تاني لقيت فيه شحم. فهو قعد يقول لي الجزء ده ممكن يكون بسبب خبطات العربيه بتاعت السواق، فهو جاب الموضوع كله في السواق. لو هنعتبره سبب السواق فدي مشكلتك انت، لان انت مش مغلف الشغل كويس. وعشان الشغل يتلعب فيه من اول وجديد لقيت وحده الادراج مخربه من كل الجناب، طبعا ده بسبب الفك والتركيب بتاع المجرى اللي هو كل شويه يفكوا يربطوه. ووش الادراج كان باين عليه مشاكل كتير وكمان كان مخبوط. المفروض اني كنت بتعامل مع مصنع بيصنع اساس مكتبي واساس فندقي ومطابخ، يعني الراجل ده قديم في الشغلانه، فهو جايب لي شغل بالمنظر ده. فملخص هدف الفيديو لو هتعمل عند حد حاجه عموله سواء مكتب سرير ركنه ايا كان، ان الصنايعي ما تحكمش عليه من سعره سواء غالي ولا رخيص، احكم عليه من شغله، انك تشوف الشغل بتاعه على الطبيعه، وكمان تسال على الصنايعي ده هل عمل لحد شغل نضيف ولا اي كلام. دي اسوأ تجربه مريت فيها في حياتي كلها في الشراء اونلاين. اتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجه من التجربه دي، وقولوا لي في الكومنتات لو حد مر بتجربه زيها. وسلام.